على المستوى المونديالي تحت السن 17 سنة. تنطلق الآن الخط الآن محاولة مغربية أولى الاستلام من 23 اللاعب الناير لعب الكرة طويلة تقدم ارتفاع وعندهم بارادو اللي خرجت بن سبعيني وعطال وبوداوي ثالوث يلعب في القارة الأوروبية. بوداوي عطال مع نيس بن سبعيني مع جلادباخ في ألمانيا. هذه كرة للركنية تقدم من رقم 4 آدم ورقم 4 اللاعب بن يدر من كرة للصالح المغرب تلعب منطقة الجزاء للجزائر البحبي. هذه كرة للصالح الفريق الجزائري خروج الحارس بن غسيل. هذا هو طه حارس مرمى المغرب بلاد الحراس من خلال هزاز المغرب. تنافس بين الكرة المغربية والجزائرية على مختلف الأعمار. هذا الكرة انطلق مع 2 عبد الحميد هيا 24 حموني يرفع كرة عند الحارس حماش يمسك بالكرة الحارس الجزائري اناتوف. خطأ لرقم 8 الشاهين شتاوي. كرة دائما مباريات مثيرة مباريات تتسم بالندية على مستوى معاد يمرر كرة معاد المباراة ترفع من شرب ادم الشكير يشتوي شاهين عند الخطير اناتوف ينطلق بالكرة اناتوف يخسر الكرة من ادم شكير تصل الان عند الناير ايمن يتحول الان بوغيسان للامام ينطلق معاد لا وجود للشيء ضربة مرمى سقوط معاد بوغيسان رقم 15 تحول ظهير ايمن من المنتخب المغربي لاثنين للمغرب ولكرة القدم العربية والافريقية. تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا. محاولة خطيرة من الشكير آدم الشكير كاد أن يفاجأ حماش. آدم الشكير فكرة ممتازة من الشكير. مغرب النيبة المدافع اللي تألق في أوروبا مع ديبورتيفو لا كارونيا مصطفى حجي في انتظار التنفيذ الآن. ترفع كورة باتجاه المرمى عند الحارس بن غسيل حارس مرمى المغرب الجزائري موجود في قسنطينة. محاولة مغربية والدفاع موجود. تبقى الكورة منطقة الجزائر رأسية عند الحارس حماش. انتهى اللاعب المغربي انطلاقه من الناير يتقدم عرضية والهدف للصالح الفريق المغربي. رأسية وسام زكريا كول المنتخب المغربي سجل على طريقة سيري الماتادور يمنع تقدم للفريق المغربي. كرة اختها الناير عرضية من الناير يسجلها 18 زكريا زيكو يمنع التقدم لصالح الفريق المغربي. انطلاقة واعدة جدا من ايمن الناير اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوفوا الغلطة هنا اقتناص الكرة من شرب الناير عرضية من الناير رأسي حموني ينطلق حموني يحاول مرور حموني ما يمرش كرة ترجع. يانيس فرحات يرفع كرة فرحات سهلة عند الحارس بن غسيل. فرحات كرة مسترقة من الأول التصدي موجود. تبقى المحاولة قائمة تلعب كرة من اناتوف. محاولة جزائرية خطيرة الانطلاقة السريعة كرة التعادل الحارس يتصدى تبقى خطيرة أوقفها بن غسيل وجه لوجه يبيع زياد صالح تميل للفريق الجزائري. جزائر خطير فريق الجزائري المطالب بضربة جزاء والليبي يقول لا ركنية. الحكم الليبي المبروك محمد الواثق من قراره يقول ترفع كرة منطقة الجزاء والحارس طويلة الآن في محاولة مغربية انطلاقة سريعة ممكن ثاني ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة. الإنقاذ زكريا وسام حاول المرور لديل في انتظار تنفيذ الركنية. كرة على مستوى القائم الثاني هذه رأسية بعيدة إلى ضربة مرمى للفريق المغربي. أمامنا رقم 4
محاولة لصالح منتخب المغرب من اجل الكرة الثانية. هذه كرة خطيرة والدفاع الجزائري في اخر فوق على بالتالي ناير ايمن الناير بعرضية بالمقاس ورأسية بلمسة واحدة سجلها وسن. تصل وسط ميدان اقرب اللاعب ايت بودلال عند الحارس حمد. كانت بمثابة تحصيل حاصل. هذه كرة منطقة الجزائر تبقى عند الفريق المغربي. مغرب في الهجوم. كرة تعود دولة جزائرية من خلال يعقوبي تبعد بالخطأ. التسديد من خارج منطقة الجزاء. المغرب منتخب المغرب اللي تألق في المونديال الأخير والسود الأطلس. كرة من جديد الفريق المغربي يظل في منطقة الجزائر. زكريا والساري سدد الحارس حماش المغربي. يرجع كرة عند 24 حموني إصابة اللاعب الشاهين الشتاوي. هجمة للفريق المغربي. هذه بينية كرة خطيرة. زكريا وسان جول. وسان دوبيتا وسان ثنائية. زكريا في شباك الجزائر. كرة سجلها وسان الهداف القادم بقوة في السماء الكرة الأفريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدون الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0. كرة ضربت كريه وسان كان حاضر كان شاس بلمسة واحدة يسجل لكن في تدخل قوي بداية اللعبة. في تدخل يستمر اللعب. كرة من حموني هنا التمريرة لضربة الدفاع الجزائري. كرة ضربة من الدفاع الأخير لمسة واحدة يسجل هو الثاني هو كريم ممر الجديد هو نسيري هو بصير هو الشماخ هو الهداف الجديد للكرة المغربية. والثاني يسجل ثاني هداف الفريق المغربي بلمسة واحدة يسجل. هل يتدخل الفار؟ فرنسا 3-2. هذه الكرة منطقة الجزاء والابعاد. جيل لقادة بتروني. كرة تتحول للركنية لصالح الفريق. المحاولة تبدأ من جديد للمغرب. خروج خاطئ الحارس. هنا توف يتابع يخطئ امام الخروج الخاطئ. اخطأ في ابعاد الكرة. هنا توف حاول اقتناصها. هنا الاعادة. حارس بن غسيل ومعاه ايت بودلال اقرب كان في بداني يلعب كرة بداني عند الحارس بيمر. هنا توف الخطير. هنا توف عرضية رفع الكرة منطقة المغرب. بداني عرضية لبحات الكرة ونال ما أراد بهدف أول عن طريق وسان في الشوط الثاني. شبه الثاني كرة خطيرة والثالث. الهدف الثالث للفريق المغربي هذه المرة هدف شاكير. كرة قوية من شاكير يأكد التعال يأكد الذهاب للمونديال يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. هدف شاكير في الشبكة. ابتسامة حامل عرين فرحة الفريق المغربي. انتصار مهم جدا. انتصار يساوي بطاقة المونديال. انتصار يساوي مواصلة المشوار في هذه البطولة. كرة عرضية كيفما جاءت سددها شاكير غالت بها حماش. 3-0. ثلاثية تؤكد التفوق المغربي في هذا الموعد. كرة قوية شاكير يسدد بقوة. كرة تغالط الحارس الجزائري وتؤكد أن كل الطرق تؤدي عبد الحق يحاول مرور استخلاص الكرة. شاكير يمرر هجمة خطيرة للفريق المغربي من خلال حمود.